عشان توصلي معانا للمنظر ده يبقى حط اللايك واتفرج على الفيديو ده. انت مالك متسلق الشجره كده ليه يا فرعون؟ ما هو ما ينفعش يكون موسم الزيتون وما نخللش بعلى موت. ما شجره جنينتنا والليمون لعبتنا وعادي. طبعا حبيب لاجل قلوبنا وقلوبكم تطيب. وعشان تتعلمي بقى التخليل الصح تتفرجي على الفيديو ده للاخر لان فيه 4 وصفات اجمل من بعض. ما تنسيش بقى يا حبيبتي تقولي لي بتتابعيني من اي محافظه وعادي. وعشان بقى الزيتون ريقه ناشف هننزله عليه شويه ميه ونمسكونه نرشوه مرشه بنت لذيذ لحد كده ما يطلع معاكي بربرق بربرق. هتمسكي بقى الجزر بتاعك تبشريه بشره ناعمه وتنزلي عليه بالعصفر وحبه البركه والملح وشويه السكر وشويه الشط وعصير الليمون كتير 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 وعادي. وتفدغي كده الزيتون من جنبه. ومعلومه بقى السكر بقى انت بتحطيه له عشان يخلي معاكي الزيتون كده دايما يقرقش وانت بتاكليه. وتحط عليهم كده كام قرن فلفل اخضر وتاخديهم هوبا دبكاك شقلباظ شقلاتي كله في قلب بعضيه. ودي الوصفه الثانيه للزيتون بس بتركيه مختلفه بسيطه. وتيجي في بوله ثانيه تحط نفس المكونات وتحط عليها برده الفلفل وليمون متقطع بالسمك اللي انتوا شفتوه ده وتعصري ليمون كميه برده مش قليله. بس نقول لك ايه اول ترمي قشر ليمون عشان هنحتاجه. وتنزلي بقى بالزيتون اللي هو حبه صغيره ده اللي انت تعرفي اسمها ما تنسيش تقولي في الكومنت. ودي الوصفه الثالثه الا وهي الليمون المعصفر. وهتجيبي برده جزر وعليه ملح وعليه شويه حبه البركه وشويه عصفر وشويه شطه وتعصري 3 4 ليمونات كده ببذرهم من غير بذرهم مش مشكله وتضيف عليهم خد توميه. وتاخدين بقى واحده يمين في شمال شمال في يمين وفوق وتحت تحت فوق اديله واديله لحد ما ياخد على عينيه. وتجيب الليمونه وتقطعي دماغها من فوق وتقسميها 4 وتحطي فيها الحشو 3 وتفتحيها بالشكل ده وتنزلي عصره بسيطه. اقول لك ايه البهاريز اللي نازله دي طعمها بصي في منتهى الروعه جميله جدا واديك بيد. لقد وصلنا الى نهايه المطاف يلا بينا نعدي. برطمانك الجميل بقى المربع او المضلع هتحطيه ورقتين 3 مره وتنزلي فيه. واولا نعبي بالكبشه زيتون التفاح. يا صلاتك يا نبي بسم الله ما شاء الله. خليلي بقى جوزك زيتون هيبقى بيكي مجنون. وعشان خلطتنا ريقها ناشف نروح بشويه ميه وعادي. على البهاريز بتاعتنا دي هننزل كمان بكام ورقه مروه وعشان يبقى عيش وملح شويه ملح من ملح الملكه. واعملي بقى كده دوامه في قلبهم وعلى برطمان زيتونك ورولي. يا صلاتك يا نبي صلي على الحبيب قلبك يطيب. وقشر الليمون بتاعك ده وتنزلي كده في البق بتاع البرطمان تغطي بيه الزيتون بالشكل ده. وعشان بقى ما يستهواش حته كيس ابيض وغطي بيه كده الوش وشك بقى واتكت الامان يا فنان. وندخل بقى على زيتون الترش والليمون وننزل بيه في قلب الجردل بتاعنا. والبهاريز بقى اللي فضلت من الزيتون نسقسق لها كده شويه ميه ورقتين مروه وعليهم رشه ملح وشقلاتي بقى كله في قلب بعض هوبا دربوكه. تعالي على الزيتون وسقسقي له الحنان سقسقوا له وانزلي بالميه ونفس الكيس بقى ونغطوه. وده ان شاء الله على رمضان عليكي بخير وكل سنه وانتم طيبين ناكلوه. نغطيه بقى كده نقفل قفله محكمه تكه امان طبعا ونعمل له اللايك. وتعالي بقى على الليمون اللي هيحسسك بالجنون. وهاتي العلبه الصغيره زي حالاتي وانزلي بورقتين مروه وحدفي فيها الليمون. نرص ليمون كده ولا رصه جاتوه اكنك بترصي عفش عروسه. هتجيبي بقى قشر الليمون وتقفلي بيه البرطمان بالشكل ده. نيجي على برطماننا اللذيذ الصغير اللي زي حالاتي ده ونسقيه وبالكيس واقفليه وغطى البرطمان واحبكيه. صلي على رسول الله. والمفاجاه بقى كنت مخلياك لاخر الفيديو. الزيتونه السودا اللي زي دي ما تخليلاش مع باقي الزيتون. دي معلومه مش موجوده غير عندنا. خليلاها في بوله لوحدها بنفس الخلطه اللي عملناها. هي كمان جت عليها ما هي عطشانه وعايزه تشرب نشربها شويه ميه وتقفليها بقى قفله محكمه عشان صوت التك امان. واهم حاجه بقى في تخليل الزيتون محدش هيقولها لك غير اختك والعبد لله ان شاء الله. اهم حاجه تقفلي البرطمانات قفله كويسه جدا جدا واعملي حسابك ان هم هيخروا ميه بعد كده. تحاولي ان انت تفرشي تحتهم حاجه عشان ما زروتوا كده طلعت لك ايش الدنيا قد عشان ما تهدريش الدنيا يعني زروطه يعني. ولو عجبكم بقى الفيديو بتاع النهارده بقى لي تكليف ممكن تعمليه ما تنسيش اللايك والكومنت وشير. تتمنى لي من قلبك الخير. سلام عليكم.